تاريخ الكلاسيكو بعد الفريدو دي ستيفانو 18 وراؤول بلانكو غونزاليز 15. ورا من بيبي 20 لقب والكرة خطيرة وغونزالو جول جولاسو ديال مدريد ريال مدريد 1-0. غونزالو جواين لولا ضيعها الثاني ما يرحمش. الغدار ينطلق في قلب الجدار ويضرب في كرة في قلب المرمى لتهز شباك برشلونة بأولى الكرات عن طريق الغونزالو هيغوايين. 1-0 في الدقيقة 11. 1-0 وسط ضربة كامل الدفاع. مش معقول دفاعات برشلونة. ماسكيرانو والنوم في العسل. ينطلق الارجنتيني غونزالو ويفتح بوابة التسجيل. شوف الخطأ القاتل، شوف الخطأ الفادح. المرة هذه يضرب مليح، المرة هذه يحطها صحيح، وملا جراح قوي. الله على الجرينتا، ملا كورة وملا فنيات وانطلاقة المرتدات. نحاها له، شالها له من الحارس يقرب والكورة لرونالدو يسدد الهدف الثاني. الهدف الثاني من المهول، من المرعب، من القناص، من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو. جول 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 ريال مدريد. الهدف الثاني. وماذا يحدث في دفاعات بلاوغرانا؟ ماذا يحدث في 18 دقيقة؟ أي دفاع؟ عن أي دفاع نتكلم وبأي طريقة نفسر؟ مش ممكن كرة العمق، الكروس لونج، جيرار بيكي بطيء جدا، ماسكيرانو تأخر جدا، والضربة والصدة والتسديد في مرمى فالديز. الهدف الثاني شوف كيف شالها ونحاله حتى قدامه. الصاروخ بتاع ماديرا يسجل 8 أهدافه في الكلاسيكو وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا. الهدف الثاني لمدريد وكريش